فينبغي علينا أن نعرف التوحيد. إذا كان المسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعني اسأل من شئت ممن آتاهم الله مالا أو جاها أو مناصب أو آتاهم الله شهادات علمية من دينية ودنيوية في أرفع ما يكون، وقل للواحد من هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله، سأقول لك لا خالق إلا الله. هذا كان يقر به أبو جهل، كان يقول لا خالق إلا الله، لم ينازع في هذا، لم ينازع في أن الله هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، ولكنه نازع في شيء آخر، في صرف العبادة كلها لله وحده، فجعل الآلهة إلها واحدا. فينبغي على الإنسان أن يعرف معنى لا إله إلا الله. لا تعرف معنى لا إله إلا الله عيب كبير. اسأل نفسك، هل تعرف معنى لا إله إلا الله؟ هل تعرف شروطها؟